عمرك سألت نفسك هي كسوة الكعبة القديمة بتروح فين بعد ما تتغير؟ احفظ الفيديو وركز معايا. كل سنة في يوم 1 محرم بيتم استبدال كسوة الكعبة المشرفة في طقس مهيب تحت إشراف فريق متخصص تقريبا 159 فني ومهندس بأعلى درجات الدقة والإتقان. وبعد ما يشيلوا الكسوة القديمة تتوقع إنهم بيرموها؟ لا طبعا، يتم نقلها لمستودعات خاصة تحت إشراف الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، وهناك بيتم تجزئتها ل 56 قطعة تقريبا. بعدها بتصرف بأمر من خادم الحرمين الشريفين، وبتتقدم كهدايا قيمة لرؤساء الدول وكبار الشخصيات. تخيل بقى كمية الشرف اللي بينالوها. كسوة الكعبة معمولة من الحرير الطبيعي ومطرزة بخيوط من الذهب بتحمل آيات من القرآن. السؤال هنا بقى، لو في يوم من الأيام جاتلك هدية قطعة أصلية من كسوة الكعبة، هيكون رد فعلك إيه؟ اكتبوا لنا في الكومنتات وهنقرا كل الكومنتات وهنرد عليكم. واستعدوا لموسم عمرة قوي جدا مع شركة سبق ترافل للعام الهجري الجديد، وكل سنة وانتم بألف خير بمناسبة رأس السنة الهجرية. وافتكروا ان دايما سبق ترافل حريصة انها تقدم لعملائها أفضل خدمة بأحسن سعر.